بحضور جماهيري كبير، أقام فريق العمل التطوعي مهرجان السلام العالمي بنسخته السادسة، وعلى قاعة منتدى شباب النعمانية، والتي امتلأت بجماهير من أقضية ونواحي محافظة واسط. على بركة الله أقمنا مهرجان يوم السلام العالمي السادس على أرض مدينة الطيب المتنبي، مدينة النعمانية، مدينة الدواوين، مدينة الشعراء. نحتفل اليوم ونحن نحمل رسالة بأن شباب النعمانية قوة اجتماعية هائلة ومؤثرة في المجتمع، وإن شاء الله ارتأينا هذه السنة أن نقيم بتكريم الفرق التطوعية والناشطين الشباب. اليوم التمدن والحضارة كله يعتمد على العمل التطوعي. هناك في كثير من المدن المتمدنة أكثر من 400 ألف مؤسسة خدمية تطوعية تساهم في بناء المجتمع. بناء الدولة وبناء المؤسسات كفيل ومهم جدا إذا ما يرفد من خلال المؤسسات الشبابية والعمليات التطوعية للمحافظة على النظام العام، للمحافظة على النظام العام والمال العام. العمل التطوعي هو شيء يصل للإنسان بشيء من القيم والإبداعات لا يوجد له نظير، بمعنى أنه العمل التطوعي هو مميز عند كل شعوب العالم وخاصة فئة الشباب، لأنه يقدم جهود ذاتية ومعنوية، وممكن تكون جهود تطوعية مجانية. لذلك فريق السلام اليوم أبدعوا، تم تكريمهم لأن هذا شيء قليل بحقهم. وأنا أعتقد أنه الآن العراق لا يوجد لديه قانون ولا حتى في واسط قانون يضمن العمل التطوعي وكل ما يتعلق بتقنينه وإمكانياته وإبداعه. المهرجان الذي افتتح بتلاوة من القرآن الكريم وقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والاستماع للنشيد الوطني، تضمن فعاليات فنية وأدبية عدة، منها إلقاء القصائد الشعرية وعرض مسرحي جسد واقع وهموم تطلعات الشباب، وكان ختامه بتوزيع مجموعة من الشهادات التقديرية على الفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية في محافظة واسط. اليوم يحتفل شباب النعمانية بيوم السلام، والذي تضمن مجموعة من الفقرات المهمة، ومنها تكريم الفرق التطوعية التي حققت إنجاز اجتماعي كبير من خلال ما قدموه من تعاون كبير مع العوائل الفقيرة في مدينة النعمانية وعوائل الشهداء والأيتام والفقراء. وكذلك من هذه الفرق التطوعية من ساهم في تثقيف المجتمع، ونحن نطمح بأن يكون شبابنا في مدينة النعمانية شباب واعي ومثقف قادر على بناء المجتمع. حقيقة هذا المهرجان يعد من المهرجانات المهمة في محافظة واسط، حيث أن نشر ثقافة السلام من المهام التي تقع على عاتق الشباب، خصوصا شباب النعمانية. شباب النعمانية أعتقد قادرين على نشر هذه الثقافة في المجتمع، خدمة إلى الناس وخدمة إلى الحركة المدنية، خدمة إلى حركة المجتمع بشكل عام. بنفس الوقت هذه الحركات هي ضد حركات التطرف، ضد حركات الطائفية القومية المذهبية، وهذا هو النهج الجديد اللي يستمرون عليه الشباب وخصوصا شباب النعمانية. تعد مثل هكذا مهرجانات كدعم للشباب لإظهار طاقاتهم في العمل التطوعي، والذي يحفز العديد من الشباب. للنعمانية نيوز، علي مجيد.